في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. تعالوا باذن الله نعمل النهارده مع بعض فطيره كده للغدا. ممكن تنفع فطار، ممكن تنفع في الغدا، وممكن تنفع في العشاء، على حسب الحشوه اللي انت هتحشيها فيه. يعني انا هنا كان عندي بواقي لحمه مفرومه متعصجه، فقلت هعملها بيها للغدا. ممكن تحشيها جبن، تنفع الفطار وتنفع للعشاء. تمام. فهي مكوناتها بسيطة خالص. احنا هنعملها بعجينة الكريب من غير بقى ما نعجن ولا نخبز ولا تخمر ولا أي حاجة. مكوناتها بسيطة خالص. أنا هعمل مقدار 3 كوبايات من الدقيق. أنا هنا معايا كوبايتين في الكوباية ديت. تمام. ودي الكوباية التالتة بتاعتهم. لكل كوباية من ديت كوباية لبن وبضاية. يعني مقدار الكريب كوباية لبن، كوباية بيض، كوباية دقيق، واحدة بيض. تمام. فانا هعمل مقدار كمية كبيرة عشان لو حبيت ان انا افرز بيها برضو ينفع انت تفرزيها. وتعملي العجينة كلها وبتعمليها في الطاسة. وبعد كده بتحطيها بين كل طبقة وطبقة كده كيس، عشان تقدري ان انت تفرزيها وقت ما تحبي تطلعي منها تعملي. تمام. انا هنا حطيت 3 معالق 3 كوبايات من الدقيق، احط عليهم 3 كوبايات لبن. كفايه. اتنين. عايزه بقى تضربيها بالمضرب، تضربيها في الخلاط، تعمليها في الكبه من المضرب سلك اللي متوفر عندك، يعني حطي. تمام. البهارات بتاعتي بقى معايا ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره توم باودر على بصل باودر. انا عاملاهم خلطه كده وحطاهم عندي. طبعا لو عايز تحطين على الوش جبنه موتزاريلا ده اختياري براحتك يعني. دي انا كنت عاملاها في البيت. تمام. يعني بالشكل دوت. عملتها برضه معاكم قبل كده، واسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في شاشه النهايه. ومعايا زيتون. وزي ما بقول لك اللحمه المتعصجه، اي حاجه بقى متعصجه عندك، فراخ، سوسيس، اي حاجه متعصجه تقدري انت تحشيها بيها. لان هي مش تاخد وقت معاك كتير في السوا، لان الكرب مستوي. التعصيجه مستويه يا دوبك، بس هتديها وش بس الجبن تسيح وخلاص هتطلعيها على كده. ومعايا هنا عندي زيتون مخلي برضه هحط معاها على الوش. تمام. هقلب بقى التقليبه دي حلوه قوي مع بعض. هكسر بس عليها البيض. يعني كل كوبايه، كوبايه من دي، كوبايه من اللبن، وواحده بيض. بتعملي بقى المعيار اللي انت عايزه تعمليه. هقلب بقى الخلطه دي كويس قوي لغايه ما اوريكم القوام اللي هو المطلوب. في انواع دي ممكن تشرب منك السوائل، فتحتاجي اللي انت تحطيها تاني. فانا هقلب واشوف المقدار القوام اللي انا شايفاه بعيني، اذا كان هضطر احط لها لبن تاني او لا. ممكن لو مش عندك كميه اللبن دي كلها، لو هتحطي مثلا 3 كوبايات من اللبن، لا حطي كوبايه ونص لبن وحطي كوبايه ونص ميه. لو انت مش عندك اللبن كفايه يعني. عايزه تحطي نص، لو هتعملي مقدار كوبايه واحده عايزه تحطي نصها لبن ونصها ميه، مفيش مشكله برضو. هقلب بس فيها كويس قوي عشان اضمن ان دي كله اختلط في بعض ومفيش في تكتلات. انا هنا مضاعفه الكميه لان انا عايزه افرز منها شويه وقت ما احب اطلع منها اطلع واشتغل بيها يعني. تمام. هو بص السمك بتاعها دوت، هو ده اللي انا محتاجاه. تمام. عايزه برضو اصفيها عشان لو فيها اي تكتلات الدقيق مثلا ما تضربش كويس، تبقى اضمن ان هي ما فيش حاجه مكلكعه يعني. اجيب مصفى هنا
بصوا بقى يعني ايه، في حتت من العجينه لسه برضو لسه ما اتضربتش، فايه كويس اللي احنا صفيناها، عشان ايه لما نيجي نشتغل ما تبقاش الكريبيه ايه فيها دقيق مكلكع زي ما انتم شايفين كده. تمام. اسيبها بقى ترتاح كده شويه 10 دقايق عقبال ما ابشر الجبنه الموتزاريلا، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا دلوقتي كده بنات هنسوي الكريب بقى مع بعض. عندك جريل اللي هي بتاعت الكريب، اي طاسه تتبيل اللي هي المهم ان هي ايه ما تلزقش فيها، حطي فيها يعني طاسه بقى، صينيه، اي حاجه يعني عندك متوفره. مناديل بتاعت مطبخ كده، وهرش بس رشه زيت خفيفه قوي عليها، بحيث ان هي ايه برضه ما تلزقش، يعني مسحه صغيره قوي. هسيبها بس تسخن شويه، وبعد كده ايه هصب فيها الكريب. بصوا الكريب اهو انا سبته شويه بس يرتاح، وبعد كده ايه هنبتدي ان انا اصب فيه. تمام. هاخد بمقدار ايه مغرفه واصب، والفها ايه بسرعه بقى عشان ايه عامله بيها الطاسه. تمام. هسيبها بقى لغايه ما تحس ان الطراف بتاعتها ابتدت تسيب عن عن الطاسه، اقلبها ايه الوش الناحيه التانيه. بصوا ادام ابتدت ان هي تطلع الفقاقيع دي، معنى كده ان دي مستوي كويس يعني. تمام كده. هقلبها بقى على الناحيه التانيه، ولا لسه شويه؟ لا دي بس الكنه كمان سنه. بصوا التراث ثابت ازاي من على الطاسه. هبتدي بقى ايه ان انا اقلبها على الناحيه التانيه. تمام. هي طريقتها سهله وبسيطه خالص، يعني ما فيهاش اي حاجه جديده. طلعها هنا على طبق. لو حابه برضو تعمليها مسكر، تشيلي البصل باودر والثوم البودر والملح والفلفل. تمام. هتحطي لها بس الفانيليا. تمام. بصوا بقى، هرجع امسح تاني مسحه زيت بسيطه، امسحها بالمنديل. تمام. واحط فيها كوبشه. لو حسيت ان هي الجناب لسه ما فيهاش تقفلها برضه. تمام كده.
هسيبها برضو لغايه ما الجناب ترفع من على الطاسه، وبعد كده ايه اقلبها على الناحيه التانية. انا هعمل معاكم ديت وبعد كده هكمل انا بقى ايه بقيه الكميه لوحدي. كده اهي. تمام، بصوا شكلها بقى. تمام، بصوا شكلها بقى بالشكل ده. هخلص بقيه الكميه وبعد كده هرجع لكم تاني نشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا كده بنات، انا كده خلصت كل كميه الكريب زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان التلات كوبايات عملوا لي 15 واحده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، طريه خالص، وبصوا ما بتتقطعش. يعني بصي تتني فيها وتفردي ما. تمام، عملت معايا 15 واحده. هاخد اللي هاخده للصينيه يعني، وبعد كده ابتدي ان انا افرز كل طبقه وطبقه، هحط ايه كيس بلاستيك. تمام، انا هجيب صينيه صغيره كده، وهبتدي ايه ان انا احط فيها طبعا مسحه من الزيت. احط وابتدي ايه ان انا احط العصاك. مش لازم ان انت تمليها على الاخر عصاك، لان انت هتحشي طبقات، فكل طبقه وطبقه هتحتاج منك يعني. تمام، وابتدي ارجع ان انا احط طبقه تاني، وارجع احط طبقه عصاك. تمام، يعني ممكن اعمل الصينيه مثلا خمس طبقات، هيبقى كويسين قوي يعني. تمام، احط بقى اخر طبقه، يبقى كده 5 طبقات معايا. بصوا بقى الجبنه الموتزاريلا هنا انا مش بشرتها، لا انا طحنتها في الكبه. يعني واحده صاحبتي قالت لي على الفكره دي، قالت لي طحنيها كويس هتديكي مطه اكتر في ايه في الاكل. هحط برضو هنا معاها زيتون هنا. ده زيتون مخلي اسود على ايه على اخضر. تمام، وهرش بقى عليها الجبنه الموتزاريلا كده. اختياري براحتك، حابه تحطيها براحتك يعني. زي ما بقول لكم هسيب لكم الوصفه بتاعت الجبنه الموتزاريلا في صندوق الوصف. اللي ما شافش الفيديو يا ريت يروح يشترك ويفعل الجرس ويتفرجوا على الفيديو. تمام، هدخلها بقى الفرن، وهي مش هتاخد وقت كتير في السوا. الكريب مستوي، تعصيجة اللحمه مستويه، يا دوبك بس الجبن هتسيح من على الوش، واخرجها واوريها لكم ان شاء الله. بصوا كده رجعت لكم بنات بعد خلاص الفطيره ما طلعت من الفرن، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مش عايزه اقول لكم طعمها حكايه. يا رب الفكره تكون عجبتكم وتقدروا تنفذوها. تمام،
بتمنى بقى من اللي بيشوفني لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لناس اكتر. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.